تعالوا النهارده هنعمل الفراخ الكنتاكي بأحلى تتبيلة السحرية وكمان بأقل التكاليف. طالعة مقرمشة معانا ولونها ذهبي، يعني مش قادرة اوصف لكم جمالها قد ايه. مش هتتخيلوا، مش هتصدقوا ان انتوا عاملينها في البيت. تطلع معاكي بالشكل والمنظر الجميل دوت، وكمان بترمي كده كمية كبيرة جدا، مستوية من جوه ومقرمشة من بره. وتعالوا بقى نشوف الطريقة دي ازاي وازاي طالعة معانا بالمنظر ده. تعالوا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. انا جبت فرخه. الفراخه يعني فرخه ممكن تقطعيها حوالي 8 قطع، تبقى قطعه صغيره شويه. نجيب كل قطعه بالسكينه ونبدا نقطعها تقطعات كده زي ما انتم شايفين. ليه اسماء بتقطعيها كده؟ بتفيدنا في حاجتين: ان هي ما بتاخدش معانا سوى جامد، يعني بتستوي بسرعه ومبقاش فيها دم، وكمان بتشرب من التتبيله اللي احنا بنعملها فيها. نقطع بقى الكميه كلها ونضيفها في الميه حوالي ساعتين. ميه فيها سنه سكر، سنه ملح وليمون وخل، وبنسيبها بقى ننقعها كده ساعتين في الميه ديت عشان خاطر ما تاخدش معانا سوا جامد. نقطع بقى التقطيعات كده كلها وننقعها بقى في الميه ساعتين زي ما قلت لكم كده. وبعد كده نشوف هنعمل لها بقى ايه. معانا كوبايه من اللبن، سنه من الملح، سنه من الفلفل الاسمر، من البابريكا، وكمان اللي هو الثوم البودر. ممكن نضيف لها اي توابل احنا بنحبها، بهارات، وسنه من الكركم، وكمان هنضيف لها واحده ماجي. ممكن نضيف لها نص كوبايه من الميه. نزود الكميه شويه، نقلبها كده تقليبه، ونجيب بقى الفراخ بتاعتنا بعد ما نقعناها في الميه زي ما قلت لكم. ونبدا نضيف الفراخ بتاعتنا كلها. نسيبها قد ايه في التتبيله ديت؟ بنسيبها حوالي 6 ساعات مش اقل. بس يعني انا عن نفسي بسيبها لتاني يوم، يعني الاحسن تسيبوها لتاني يوم. غطيها كده بغطا وسيبيها لتاني يوم في التلاجة. هتبقى بقى مستويه معاكي من جوه، وكمان مش عمرك ما هتلاقي فيها مثلا دم او حاجه من جوه. فخلاص كده سيبوها بقى يوم كامل، وتعالوا نشوف هنعمل ايه فيها. بعد كده هنحضر بقى الحاجة اللي هنتبلها فيها. مش هنتبلها بقسماط ولا أي حاجة، هو دقيق ومية وبس. بنغلفها الأول بالدقيق كويس جدا، ونضيفها في المية، نحطها في المية كده، ونبدأ نشيلها من المية، نضيفها في الدقيق تاني. هو الدقيق بقى دوت، هو مع التتبيلة بتاعتها ومع التوابل اللي احنا حاطينها، هو اللي بيعمل لها الكفر اللي انتوا شفتوه دوت. نتبلها بالدقيق تاني، ونبدأ بقى نكشكشها كده، كل قطعة نكشكشها كده بإيدينا. هي بقى الكشكشة دي هي اللي بتعمل لها الكفر، وبالمنظر اللي انتوا شفتوه الخارجي دوت. وبعد كده بنكون مسخنين الزيت كويس جدا، بس يكون كمية الزيت حلوة يعني كويسة. نبدأ نضيفها بقى فيها ونقليها على الناحيتين. تطلع معانا مفيش أجمل ولا أحلى من كده. أحلى فراخ كوكي هتعمليها، تطلع معاكي تجنن. طعمها وريحة مش هتصدقي ان انتوا عاملينها في البيت. كمان مقرمشة كده من بره وطرية من جوه، طعمها خطير. تعملوا جنبيها بقى صوص، اي صوص انتوا عاوزينه، كاتشب او رز كده اصفر. يطلع معاكي اكله يعني مفيش احلى ولا اجمل من كده. اعملوها ان شاء الله على الطريقه ديت وهتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه. اسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.